6 معلومات خاطئة عن الصلاة بتخلي ناس كتير تفوت صلاتها. فتخيل تبقى بتفوت صلاتك واللي هي كبيرة من الكبائر عشان معلومة غلط. فركز وكمل معايا لغاية الآخر عشان تعرفهم فما تبقاش منهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، أهلا بكم. وبيتهيألي بقى العشرة اللي ما بيننا كافية إن أقول لك قبل ما تبدأ الفيديو اديني القلب على الفيسبوك أو اعمل لايك على اليوتيوب أو على الانستجرام وشير للفيديو قبل ما نبدأ، لأن ده بيساعد الفيديو يوصل لناس كتير فالكل يستفيد والمعلومة توصل للكل. لا أنا مش هبدأ يعمل شير الأول، عملت لايك وشير، طب يلا بينا بقى. شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن واحد قرر انه يفوت الصلاة ويقضيها عمدا، هو اللي مقرر، فقال شيخ الاسلام ابن تيمية ان ده من اكبر الكبائر، وقال ايضا انه لا يكفيه القضاء عشان يترفع عنه الوزر، ولكنه محتاج من الاعمال الصالحة والتوبة اللي ربنا سبحانه وتعالى يغفر له بيها الذنب ده. يعني تفويت صلاة واحدة بس عن وقتها عشان اصليها في وقت تاني ده من الكبائر. شوف انت بقى كم واحد ولا واحده في درس او في الجامعه او في شغل فيقول لك والله انا ما بعرفش اصلي وانا بره وبروح البيت اصلي كل الصلوات سوا، وقعت في كبيره. وتخيل بقى ان في ناس بتقع في الكبيره دي بسبب معلومات خاطئه. فتعالى نتكلم عن المعلومات الخاطئه دي فنفهمها، وبالتالي ما ناخرش صلاتنا، ما نخرجهاش عن وقتها، فربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا ولا نقع في الكبائر. المعلومه الاولى، هل ينفع تصلي بالشورت؟ ناس كتير هتقول لك لا ما ينفعش تصلي بالشورت، فتلاقي بقى واحد في جيم ولا بيلعب رياضه ولا كان في ماتش ولا ايا كان في خروجه ولابس شورت، فيقول والله طب انا هعمل ايه؟ انا لابس شورت دلوقتي فانا مش هصلي وهبقى اصلي لما اروح البيت اجمع الصلوات اللي فاتتني. فالمعلومه الخاطئه انك ما ينفعش تصلي بالشورت، والمعلومه الصحيحه انه ينفع على شرط انه الشورت ده يبقى لغايه الركبه، بمعنى انه لو انت في السجود او في الجلوس بين السجدتين بيبقى ركبتك بس اللي باينه مش فوقها، يجوز ليك الصلاه بالشورت ده، لانه الركبه والسره عند جمهور العلماء مش من العوره ولكنها حد العوره، يعني العوره ما بين السره والركبه، فلو الركبه بس اللي باينه انت كده مخبي عورتك ويجوز ليك تصلي. فمش معنى كلامي انك تستسهل وتقوم لابس شورت ونازل تصلي بيه، ولكن في حالات الضروره لو احتاجنا لده والشورت مغطي لغايه قلنا الركبه بس هي اللي ظاهره في السجود وفي التشهد وما بين السجدتين يبقى مفيش مشكله. لكن لو تقدر تاخد معاك بنطلون او ازار تداري بيه الركبه كمان ويبقى بتحترم الصلاه اكتر واكتر فده اولى، فيبقى اوعى تضيع صلاتك عشان انت لابس شورت. اما بقى المعلومه الثانيه الغلط اللي بسببها ناس كتير بتضيع الصلاه هو انك ما ينفعش تصلي بتيشيرت كات او انك تبقى مغطي العوره بس ومن فوق مش لابس حاجه. تعالوا بقى نفصل الموضوع عشان تبقوا فاهمين. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان احنا نصلي والعاتق مكشوف، ولكن النهي هنا العلماء قالوا انه للكراهه. اسمع شرح النووي للحديث. قال رحمه الله: قال مالك وابو حنيفه والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور: هذا النهي للتنزيه لا للتحريم، فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة، سواء قدر على شيء يضعه على عاتقه أم لا. يعني معنى الكلام بالاختصار انه ينفع تصلي وانت لابس فانيلا كات او فانيلا بحمالات، او حتى انت مش لابس حاجه من فوق ولكن ساتر العوره ما بين السره والركبه، وساعتها الصلاه هتبقى على الكراهه ولكنها صلاه مقبوله باذن الله. فيبقى ما تتحججش انك تقول والله اصل انا كنت في ماتش الباسكت لابس كات ولا في الجيم لابس كات او انا على البحر فمش لابس حاجه من فوق فيبقى ماليش صلاه فمش هصلي الا لما اروح. لا، اصلي وما تفوتش صلاتك. ومره تانية ده مش حاجه بقولها لك عشان انت تقوم نازل بالفانيلا الداخليه تصلي في المسجد، ولكن لو اضطريت للامر يبقى صلاتك صحيحه باذن الله. اما بقى المعلومه الثالثه الخاطئه اللي بيقع فيها ناس كتير فبيسيبوا صلاتهم وهي خاصه بالنساء، انه ما ينفعش تصلي وانت لابسه بنطلون، والصحيح انه يجوز ليك الصلاه وانت لابسه بنطلون، ولكن هنفصل المساله. اول حاجه الحجاب الشرعي الذي يرضي الله عز وجل هو الحجاب الفضفاض الواسع الذي لا يصف، والبنطلون واصف، فبالتالي البنت اللي بتلبس بنطلون عليها وزر. ولكن تيجي بقى البنت دي تقول والله انا بقى مش هصلي وهضيع صلاتي واصلي لما اروح، ليه؟ اصلا انا معيش اسدال ومش هينفع اصلي بالبنطلون. لا ينفع، ولكن ببعض الشروط. واول شرط منهم انه البنطلون ما يبقاش شفاف، لانه لو شفاف هيبقى مش ساتر للعوره. والشرط الثاني ان البنطلون ما يبقاش ضيق لدرجه تمنعك من القيام بحركات الصلاه. انت متخيله ان انت لابسه بنطلون اللي هو حرام وضيق
يعني بنزود حرام بحرام، ربنا يهدينا جميعا باذن الله. لانه لو البنطلون ضيق قد يمنعك من القيام بالسجود او بالتشهد او بالجلسه بين السجدتين، وكلها من الحاجات اللي المفروض نقوم بيها في الصلاه على وجهها. فلو البنطلون مش شفاف ما بيمنعنيش ان انا اقوم بحركات الصلاه بشكل صحيح، يبقى يجوز الصلاه فيه. ولكن خليني اقول لك انه يا اختي ده ينافي اداب الصلاه. انا رايح اقف بين يدي الله عز وجل، اقف بحاجه مجسمه عورتي، فالصحيح ان احنا يبقى معانا اسدال او يبقى معانا حاجه نلبسها في وقت الصلاه تسترنا وما تبقاش واصفه للعوره. ولكن لو البنطلون محقق الشروط يبقى الصلاه فيه جائزه، وما تضيعيش صلاتك وما تخرجيهاش عن وقتها. اما بقى المعلومه الرابعه الخاطئه اللي بسببها ناس كتير بتضيع صلاتها، هو ان ما ينفعش تصلي بالميك اب. في بنات كتير تظن انه ما ينفعش اصلي وانا حاطه ميك اب، فانا بره البيت حاطه ميك اب، فبالتالي انا مش هصلي بره البيت، ارجع اجمع كل الصلاه واقع في الكبيره بسبب معلومه غلط. والمعلومه الصحيحه انه ينفع تصلي بالميك اب ولكن ببعض الشروط. اول معلومه لازم نعرفها عن الموضوع انه الميك اب خارج البيت من المحرمات، لانه من الزينه التي يجب الا تظهر الا للمحارم، لكن بره البيت للاغراض لا يجوز. ولكن خلاص بنت حاطه ميك اب ونازله وجه عليها وقت الصلاه، لو هي متوضيه وما نقضتش وضوءها ولسه حاطه الميك اب بتاعها مفيش مشكله تصلي وهي حاطه الميك اب. ايه ده الصلاه كده صحيحه؟ صلاه صحيحه. لكن لو فرضنا انها نقضت وضوءها، هنا هنسال هل الميك اب ده يمنع الماء من الوصول الى الجلد؟ لو يمنع يبقى يجب ازالته وتتوضا للصلاه. لكن لو فرضنا انه لا يمنع وصول الماء للجلد، ساعتها ينفع تتوضا وهي حطاه، ينفع تتوضا وهي حطاه وتصلي والصلاه صحيحه. فلو انت نازله من البيت وحاطه ميك اب يبقى تحافظي على وضوءك او تتاكدي انه ما بيمنعش وصول الميه للجلد عشان تقدري تتوضي عليه وتصلي وما تضيعيش صلاتك ولا تقعي في هذه الكبيره. اما بقى المعلومه الخامسه الخاطئه اللي بيقع فيها ناس كتير فبيضيعوا صلاتهم ويقعوا في الكبيره، هو انه ما ينفعش الست تصلي في الاماكن العامه. وزي ما انت عارف يا امير بقى مساجد الستات في كتير من الحتت بتبقى مقفوله، وما ينفعش نصلي في مسجد الرجاله. وده ليه لا مؤاخذه بقى ليه ما ينفعش نصلي في مسجد الرجاله؟ فيا اختي ركزي معايا، لو فرضنا ان انت جه عليكي فرض الصلاه وكان جنبك مسجد مفتوح، رحتي والله دورتي على مصلى النساء قال لك مقفول، عادي روحي على اخر صف في مسجد الرجال ورا خالص ويبقى ظهرك للحيطه كده وصلي. بس اصل هم خارجين بيبصوا عليا، ما يبصوش، ما تبصوش، اتقوا الله وسيبوا الست تصلي وما يهمكيش نظراتهم، انت كده قضيت الفرض اللي يرضي ربنا عنك. لا ده انا جيت اخش اصلي لقيته مقفول، او انا في شغلي في مدرستي في الدرس في الكليه، اعمل ايه؟ تختاري اكتر مكان مستور ممكن وتفرشي وتصلي فيه. ايه ده قدام الولاد؟ والله قدام الولاد، هم المفروض ما يبصوش عليك، يغضوا بصرهم انت بتصلي. طب خلاص انا عندي فكره حلوه، انا هصلي وانا قاعده. لا ما ينفعش تصلي وانت قاعده طالما قادره على الوقوف. طب ولو الرجاله شافوني؟ والله ما عليكي ادنى وزر، بس على شرط بقى ما تونونش في دماغك ايه ده البنت زي الولد ما كش كماليه عدد وتقومي فرشه بقى في النص الرجاله وتصلي في وسط الشارع. لا يعني خدي اكثر مكان متداري ممكن وصلي، وباذن الله صلاتك مقبوله، فما تضيعيش صلاتك وتقعي في هذه الكبيره بسبب معلومه غلط. اما بقى المعلومه السادسه الخطا اللي بسببها ناس كتير بتسيب صلاتها وتقع في الكبيره، هو اني يعني انا هصلي فين؟ يعني اصلي في الشارع مثلا ما المسجد مقفول وما لقيتش حته اصلي فيها، اعمل ايه؟ وده للرجال والنساء. في اللحظه دي اكتر حاجه الواحد بيبقى بيفكر فيها انا هقف فين؟ يعني ازاي هقلع جزمتي واقف في الشارع واصلي؟ احب اقول لك بقى انك مش لازم تقلع جزمتك عشان تصلي، وينفع تصلي في اي مكان. النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. اي مكان على وجه الارض ينفع نصلي فيه طالما طاهر، نبص عليه نضيف، نقف نصلي. طب ويا امير انا لابس الجزمه، هقلع الجزمه وازاي اقف برجليا ولا بالشراب والارض ممكن تبقى عليها حاجه تاذيني؟ هقول لك انه صلي بالجزمه عادي جدا. ايه ده ينفع اصلي وانا لابس الجزمه؟ ده الناس بتتخانق مع بعضها لو شافوا واحد بيصلي ولا لابس الجزمه. لا عادي جدا. واسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. ولما سئل سيدنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم اكان يصلي في نعليه قال نعم. يعني اذا طالما انا اصلي في الشارع ما اخشش المسجد بقى بجزمتي واقول لا ده امير قال ينفع اصلي بالجزمه فاخش المسجد بالحذاء واوسخ المكان وبتاع، لا. ولكن انا اصلي على الارض على النجيله في الشارع في اي مكان، ابص على الحذاء بتاعي من تحت والله اتاكد انه مش عالق بيه لا قذاره ولا نجاسه ولا اي شيء، وافضل لابسه زي ما انا واصلي في الشارع بقى في الجنينه في المول في اي حته. وبكده نبقى عرفنا مع بعض 6 معلومات خاطئة ناس كتير بسببهم بتضيع صلاته، فاوعى تقع فيهم وتضيع صلاتك. تمام. ولا هنا يا الاحباب ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده. قبل ما تمشي تعمل لايك للفيديو، لايك لصفحه فيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب وفولو على الانستجرام وشير للفيديو ده في كل مكان وفي كل الجروبات، واعملوا منشن لاصحابكم البنات واصحابكم الولاد وقرايبكم وحبايبكم، كله يتعلم، لانه يا جماعه الصلاه دي اهم حاجه في حياه كل مسلم، فلما نتعلم نحافظ على صلاتنا باذن الله.
انا بحبكم في الله. اشوفكم في فيديو الثلاث ان شاء الله. تابعوا هاشتاج الساعه 7 هتلاقوا على كل الفيديوهات. وكان معكم امين منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.